الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: رجل وهب بيته لامرأة تسكنه مدة حياتها فماتت، فما الحكم في ذلك البيت؟ الحمد لله رب العالمين. هذه يسميها العلماء مسألة الرقبة والعمرة، وهي مسألتان معروفتان في الفقه الإسلامي، وهي أن يهب الإنسان بيته أو سيارته لإنسان ويقول هي لك ما عشت، فإذا قال الواهب أو المتصدق بهذا الشيء انتفع بها مدة حياتك، فإنه متى ما مات المنتفع فإن هذا المال يرجع إلى صاحبه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. فإذا كان من أعطى جدتكم البيت لتسكنه قال لها اسكنيه مدة حياتك، فإن البيت يرجع إلى صاحبه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كانوا موجودين. متى ما ماتت هذه الجدة فإن البيت يرجع إلى صاحبه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كانوا موجودين. وأما إذا كان الواهب قد قال هو لك ما عشت ولعقبك من بعدك، فإن البيت تنتقل ملكيته في هذه الحالة من الواهب إلى الموهوب له، فيكون هذا البيت ملكا لجدتك تسكنه مدة حياتها، ثم يكون بعد ذلك ميراثا لورثتها. وإذا اختلفتم في شيء فإن طريق فصل الحكم بينكم المحكمة الشرعية، وبناء على ذلك فيجب عليكم بارك الله فيكم أن تنظروا إلى حقيقة ما قاله صاحب البيت الأصلي. إن كان قال لجدتكم تسكنين هذا البيت مدة حياتك، فإن البيت بعد وفاة الجدة يرجع إلى صاحبه أو إلى ورثته، فهم أحق به وبإيجاراته. وأما إذا كان قد قال خذي هذا البيت واسكنيه أنت وعقبك، فإن البيت حق لورثة هذه الجدة، والله أعلم.